أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. النهاردة عنوان حلقتنا سرطان النفس. سرطان النفس اسم جديد وغريب. دايما نسمع عن سرطان الجسد، جاء سرطان في الرئة، في المخ، اللوكيميا، وأنواع كتير جدا من السرطان. لكن سرطان النفس دي أول مرة أو قليل ما تقال. هتسألوني وتقولوا لي اشمعنى سرطان النفس اللي جاي تتكلمي عنه النهارده، ويعني ايه سرطان النفس؟ قبل ما احكي لكم يعني ايه سرطان النفس، كنت عايز احكي لكم حكايه. كنت قاعده مع مجموعه من السيدات الفاضلات، كنا قاعدين في مجموعه بنتعرف على بعض، مجموعه جديده. فكانت في واحده عماله تتكلم عن مشكله ابنها في ثانويه عامه، وقد ايه الدنيا جت عليه، وقد ايه المجموع ضعيف، وقد ايه الولد حزين ومكسور وكأنه نهاية العالم. فمعظم اللي قاعدين قعدوا يواسوها ويقولوا لها صدقيني ممكن ده يكون الافضل ليه، ومعلش وما تزعليش، وربنا يدبر له الاحسن و و و و ففي واحدة في وسط الكلام بتقول لها بصي، احيانا اللي بيحصل لنا ممكن يكون في نظرنا وحش بس هو افضل لينا. قالت لها قوليله خليك راضي باللي حصل، وان هو يستفاد من الحاجة الوحشة اللي حصلت له، ان هو يعمل حاجة تانية، يدور على نفسه عشان ما يكتئبش. لان احيانا لما بنقع في حاجة خلاص الدنيا بتبقى ضلمة ومش عارفين نعمل ايه، لا، يدور على حاجة تانية، ممكن يلاقي نفسه في حاجة تانية. مش لازم يبقى الكلية دي هي دي، يا اما انا هضيع واتدمر. فالست دي قعدت تديها في طاقة ايجابية وكلام قد ايه ان احنا لازم الحمد لله ونرضى ونحاول نشتغل على نفسنا. قالت لها انا هقولك على حاجة، بصي كده في رقبتي انا كان تعبانة بقالي فترة، فرحت كشفت بالصدفة البحتة. هي بتحكي الموضوع ده بتقول ما كملش يعني شهر، لقيت عندها سرطان في الغدد الليمفاوية. سرطان في الغدد الليمفاوية. ودلوقتي شلت الاورام اللي كانت طالعالي، وشغاله دلوقتي كيمو. احنا كلنا بصينا لها كده، وقاعده بتضحك ومبسوطه، والحياه بالنسبه لها عادي جدا. يعني احنا اول مره نعرف ان هي عندها الموضوع ده. فبقول لها وايه الرضا اللي انت فيه ده؟ يعني الناس لما بيجي لها المرض ده بتبقى خلاص، يعني هي دي فعلا نهايه العالم بالنسبه لها. قالت لي يعني احنا في الحاجه الوحشه نزعل، في الحاجه الحلوه نهيص. احنا المفروض نشكر ربنا على حاجتين. ليه انا ازعل على الكانسر ده جه عرفني قد ايه في ناس حلوه في حياتي، عرفني قد ايه ان انا ممكن اقاوم واقوم اقف على رجلي. الكانسر مش هخليه يوقعني. فقد ايه الست دي كان عندها رضا غير طبيعي، وهي اصلا شابه ما كملتش 39 سنه وعندها اطفال. فهي مش شافتش ان الكانسر هو نهايه العالم ليها، لا بالعكس، قعدت تقولي انا هقاومه وهقف قصاده وهحارب، وانا الحمد لله طالما فيا رجلين وايدين انا هقدر اقف على رجلي تاني. وقالت لي انا بشتغل وبخلي بالي من عيالي، وفعلا عيالها من المتفوقين، وهي اللي بتذاكر لهم مش بتديهم دروس. قد ايه الشخصيه دي عطتنا كلنا واحنا قاعدين طاقه ايجابيه. احنا اللي بيجيلنا دور برد وبنقعد ننتقد طول النهار ونقعد رابطين دماغنا ونقعد نصوت. واحده عندها سرطان جسد وعندها الرضا ده. هو يعني ايه سرطان؟ سرطان ده ان خلايا الجسم بتحارب بالجسم نفسه وبتأذيه. وانتوا كمان عارفين ان السرطان هو تاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم. طب ايه اللي دخل سرطان الجسد في سرطان النفس؟ هقولك. سرطان الجسد ان الخلايا بتحارب الجسم نفسه، خلايا الجسم يعني خلايا الجسم الواحد بتحارب نفسه، يعني هي اللي بتأذي الجسم اللي عايشة فيه. في ناس بقى بتعمل سرطان نفس لنفسها. يعني ايه؟ يعني في ناس من جواها بتأذي نفسها وبتجيب لنفسها المرض النفسي، بتعمل لنفسها سرطان نفسي، هي اللي بتحارب نفسها وهي اللي بتأذي نفسها.
ناس بتعيش آلام وعذابات بسبب أفكار في دماغها. يعني تقعد تفكر كتير وتوهم نفسها بأفكار كتير قوي، وده بيأثر على نفسها، فبالتالي بتعيش نفسها في سلسلة من العذابات والأفكار اللي ممكن تأذي نفسها نفسيا. هتقولولي هو التفكير هو حاجة وحشة؟ لا، التفكير مش حاجة وحشة، بس التفكيرات في حاجات وهمية. يعني هديكم مثل أنا شفته، واحد يقعد يقارن نفسه بالناس. يعني ايه بقارن؟ فلان عنده، فلان جايب، فلان بيلبس، فلان عايش في شقة مش عارفة ايه. فطول النهار وطول اليوم وطول الوقت حاطط في دماغه اشمعنى فلان عنده انا ما عنديش، فلان احسن مني. هو بيخلق لنفسه جو من الضغط، هو عمال يضغط نفسه. طب انت فلان عنده، طب انت ما عندكش، نعمل ايه؟ عندك حل من الاتنين، يا تحارب ان انت تبقى زيه بالراحة طبعا، مش برضو تحت ضغط، او ان انت ترضى بقليلك وتنبسط باللي عندك، ده مش عيب وده مش عيب. لكن انا ما اقعدش اضغط نفسي والود على نفسي على حاجة، يعني ده ضغط وهمي. هو محدش قالك قارن نفسك بحد، محدش قالك حط ده قصادك وامشي وراه او امشي على خطاه، لا، ده بيسبب الضغط النفسي اللي انا بحطه لنفسي. خلي بالك انا ما بتكلمش عن الضغط الخارجي، انا بتكلم عن الناس اللي بتضغط نفسها. برضو نقعد مثلا ايه، طفل يقارن نفسه بطفل تاني، اصل الولد ده اشطر مني، الولد ده عنده مواهب اكتر مني. المقارنة بتخلق ضغط. راجل يقارن نفسه بص انا مرات صاحبي دي عمالة تهتم بنفسها، انا مراتي عمرها ما اهتمت بنفسها، انا مراتي على طول منكدية، انا مراتي. هو نفسه هيخلق جو كآبة وحزن في بيته. ماشي، موظف مش راضي بحاله، طب اشتغل على نفسك، لا انا اقعد اقارن. برضو في ناس بقى مش بس هي بتضغط نفسها وبتسبب لنفسها امراض نفسية، هي الناس دي كمان بتوصل الضغط ده للي حواليها، زي اللي بيضغط اولاده عشان يكونوا اشطر، وبيضغط مراته عشان تكون احلى، وبيضغط الموظفين اللي تحتيه عشان يكونوا اشطر. كل ده امراض وخلايا سرطانية نفسية، بتسبب سرطان للنفس، بتسبب ألم وأذى. في ناس ممكن تموت من المرض النفسي والضغط. بصوا، احنا من بره بنضغط من بره، في ضغوطات جاية علينا، فكفاية الضغط اللي جاي عليك من بره. ما تبقاش انت سبب ادعى ان انا اضغط على نفسي. يعني انا جايلي ضغط من بره، لا ده انا هزود على نفسي ضغط، انا هعمل زي الخلايا السرطانية اللي بتحارب نفسها. طب ليه احارب جسدي؟ ليه احارب نفسي؟ بدل ما اكون انا لما اجي اقعد مع نفسي بالضغوطات اللي بشوفها اضغط نفسي اكتر. الوضع الحالي يعني بيخلينا مضغوطين، ما انكرش ان مفيش حد مش مضغوط من الوضع الحالي، كلنا بلا استثناء، غني فقير، طفل صغير، شاب عجوز، whatever اعمارنا كلنا مضغوطين. بس اللي هيتعبني فعلا اكتر هو ان انا كمان اضغط نفسي، ان انا اقعد اركب افكار واوهام وحاجات تزود الضغط عليا. الضغط ده بيسبب امراض نفسية فعلا كتيرة قوي. الغضب، الضغط، عدم الرضا، المقارنة، كل ده هيأثر علينا، هيخلينا مطفيين. وده اللي انا بتكلم عليه، هو ده سرطان النفس. احنا بنسرطن نفسنا، احنا اللي عارفين العلاج، لكن احنا لا، مش هنتعالج، احنا هندمر نفسنا اكتر ما احنا متدمرين ومضغوطين. احنا لما بنقارن نفسنا باللي حوالينا، هل فكرت في لحظة وانت بتقارن نفسك او انت بتأذي نفسك اللي حوالينا دول مبسوطين؟ دي صورة مؤقتة. انت شفت صورة
ولا شفت ضحكة معدية، ولا شفت واحد قال كلمتين، ولا شفت حاجة نجاح من بره، ما تعرفش بقية حياته عاملة ازاي. ما اعتقد مرة كان في واحد قال جملة عجبتني قوي. قال لي ان ربنا قسم لكل واحد حياته، ومحدش يقدر يعيش حياة غيره، هيتعب. في ناس تقولك ما حياته احسن من حياتي. لا، انت لو دخلت حياته مش هتعرف تعيشها، مش هتطيق تعيش في حياته. فبلاش ناخد بالصورة والاوهام اللي موجودة، وبلاش نخلق لنفسنا عالم مش موجود، حاجات مش حقيقية. معظم السوشيال ميديا، ودي يعني دي دايما مشكلة عندي، ان انا شايفة ان السوشيال ميديا هي السبب الرئيسي لزيادة الضغوطات في الحياة، هي اللي بتسرطن نفسنا. احنا اللي بصوابع ايدينا بنمسك الموبايل ونفتح السوشيال ميديا، وبنقعد نضغط في نفسنا. بص ده سافر فين، وده عمل ايه، وده انبسط بايه، دي مراته احسن من مراتي، ده جوزها بيبسطها، دي ودي ودي. كل ده ادى لضغوطات وهمية، لان كل الصور دي وهمية. دي صورة ما خدتش 3 ثواني. كل واحد ليه حياته، مهما كانت شكلها بسيطة او متعبة او مؤذية، اتبسط بيها. اكيد في يومنا في حاجات بتبسطنا، كوباية المية اللي بنشربها واحنا عطشانين، كوباية القهوة واحنا قاعدين مرتاحين، لما تروح شغلك، عندك شغل، عندك اهل، عندك اسرة، وعندك حياة. الحاجات دي ممكن تكون في نظرك عادية، ما كل الناس بتشتغل، وكل الناس بتشرب مية، وكل الناس بتشرب قهوة، بس في ناس محرومة منها. في ناس ممكن ما يكونش عندها وقت ان هي تعمل حاجات كتير في حياتها. ده انجاز ان انت تروح شغلك وترجع، ده انجاز. ان انت تشرب كوباية مية وانت عطشان، ده انجاز. ان انت تضحك وسط اهلك وصحابك، ده انجاز. احنا احسن من غيرنا. كل واحد لو قام الصبح وقال الجملة دي، انا احسن من غيري، الحمد لله، هتلاقي من جواك في رضا، هتلاقي نفسك احسن فعلا. بمناسبة سرطان النفس والجسد، كان في دكتور بيتكلم بيقولك ان في ناس بيبقى عندها سرطان في مستوى متقدم جدا، احنا بنبقى قايلين ان ده مش هيكمل وبيعيش، على عكس ما هو مفروض طبيا. ليه؟ لان الشخص ده مؤمن ان هو هيفضل كويس، وان هو هيبقى احسن. الشخص ده عنده حاجات مخليه ماسك في الدنيا وبيحارب عشان يخف. في ناس تانية لا، بتفقد الامل في اقل، يعني في ناس بيبقى السرطان لسه في بدايته، حاجات بسيطة ما بيستحملوش وبيموتوا. قالك ان جزء كبير من شفاء السرطان الجسدي هو الايمان والفايتر، ان انا اكون مقاتل، انا عندي حاجات هعيش عشانها وهحارب عشانها. في واحد تاني يقولك لا، انا ماليش لازمه، انا هموت. نفس الفكره في سرطان النفس. سرطان النفس انا ممكن اتجنبه لو عرفت ان لكل واحد فينا ليه رحله بتاعته، مفيش حد يركب الرحله غيري انا. كل واحد فينا لازم يعرف ان مكان السعادة هو جوايا انا، مش في اي حتة تانية. ان الوقت مهما حصل كفيل ان هو يحسن الدنيا ويخليها احسن. لازم اتبسط باقل حاجة عندي، لازم اقوم كل يوم واقول الحمد لله انا احسن من غيري. ما تخليش سرطان النفس يأذيك، قول الحمد لله انا احسن من غيري.